إلى تكسير العظام، وأن الغوريلا لا تشرب لبن وشوف عظمها. طب ما الناموسة مش بتشرب لبن، تعال نشوف عظمها. واستند في هذا لبحث موجود بيقول إن شرب أكثر من 3 كوبايات لبن في اليوم يؤدي إلى هشاشة العظام، وده حقيقي. أنت مش بنقول لك اشرب 3 كوبايات في اللبن في اليوم، ده خطير. إحنا بنقول كوب إلى 2 يوميا، ده من الأشياء الصحية. لا تتوقف عن أكل الأكلات الصحية زي اللبن والبيض والجبن. يعني لك أن تتخيل أن واحد يمنعك عن اللبن ويقول لك كل الجبنة الفلانية البراند الفلاني، هل هذا منطق؟ يمنعك من أكل الفراخ ويقول لك كل اللانشون الحلواني المليان صوديوم نيترايت اللي بيجيب سرطان القولون، هل هذا نظام؟ هل هذا كلام منطقي؟ عموما في النهاية لا توقف أكلك، ولكن قيم أمورك. أي نوعية من الأكل بتتعبك تقدر توقفها، ولكن يكون عندك تنوع في الطعام وبدائل. لو أنت قررت توقف الفراخ مثلا والبيض وقناعتك الشخصية بهذا إن هو هيحسنك، أنا ما عنديش مشكلة، في حين إن أنت تعوض ده باللحوم والبروتين النباتي من البقوليات، لأنها برضو بروتين نباتي. وفي النهاية إيقاف البروتينات هيفقدك الكتلة العضلية بتاعتك. بالظبط كده. وإحنا حضرتك شفنا ده بعينينا في خلال 2 سنين. دكتور ضياء الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه فقد كثيرا جدا من كتلته العضلية. كتير. إيقاف شرب المياه يؤدي إلى لزوجة الدم وزيادة التجلطات، وخصوصا إحنا في الصيف ما توقفش شرب المياه. يقول لك قال لي اشرب بس اما تعطش. الحقيقة كتير جدا بيتعودوا على العطش، وكتير جدا العطش معناه ان جسمي دخل في جفاف اصلا ودخل في لزوجه اصلا. مفيش حاجه اسمها استنى ده. امنع منعا باتا العصاير المصنعه. كان يفتح الثلاجه الله يرحمه ويوريهم كميه عصير جهينه الموجوده، وانا لا اقول هذا لاصف شركه باسمها، ولكن لاصف النكتار جوس. كل هذه العصائر ايا كان اسمها هي محمله بالسكر، والفاكهة الداخلة فيها لا نعرف من أين مصدرها، لا نعرف نظافتها. وتكلمنا في هذا حوار رائع عبر الأطلنطي مع العالم الكبير والمعلم القدير، ويا رب تيجي مصر قريب بقى ونتقابل في الاستوديو.